ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا ترى تختار انك تقعد في نفس المكان اللي انت عارفه ومتعود عليه، بس في حاجات بتضايقك، في ناس بتزعلك علشان بس المكان ده انت متعود عليه، ولا تمشي وتروح مكان مختلف، تشوف ناس مختلفة، تتعرض لمواضيع مختلفة وتشوف اذا كنت هتنبسط ولا لا؟ لو انت في الموقف ده هتختار ايه؟ في مثل مصري بيقول ابعد عن الشر وغنيله. مش هتجري وتقوله يا عيني يا ليلي، لا طبعا صوتي وحش، مش مشكلة. المثل بيقول ابعد عن الشر وغنيله، يعني ابعد عن الناس اللي بتضايقك، ابعد عن الحاجات اللي بتضغطك، ابعد عن المواضيع اللي دايما حطاك في ضغط. ليه؟ علشان انت اهم وانتي اهم، علشان سلامك النفسي اهم. انت لما تعيش مبسوط هتكون عندك انتاجية اكتر، هتكون مرتاح في حياتك اكتر مع نفسك الاول قبل مع الناس التانية اللي حواليك. ولما تكون مرتاح مع نفسك ده هينعكس طبعا على حياتك، على شغلك، على الناس اللي انت بتتكلم معاهم دايما. فالمثل المصري النهاردة بيقول ابعد عن الشر وغنيله. يا ترى عندكم حاجة زي كده في اللغة بتاعتكم ولا لا؟ عربي بالعربي.